يلا بينا بقى نبدأ في وصفات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هقول لكم على شوية وصفات ومحضره لكم شوية وصفات حلوة جدا. والجلاش بالكريمة دي على طريقتي، أول مرة تجربوها هتعجبكم جدا ومفيش حد هيدوقها غير ويتوهم بيها. يلا بينا على الطريقة والمقادير. أول حاجة للجلاش هنحضر العسل. هحتاج كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، والحلة تبقى سخنة، ونحط نص ليمونة نقلبهم كويس، وبعد كده نحط كيس فانيلا أول ما الشربات يبدأ يمسك، ومعلقة سمنة كبيرة عشان بس تدي دسامة شوية للشربات. وأول ما ناخد التخان اللي احنا عايزينها نبدأ نقفل عليها. عموما الشربات بيستوي على ايه؟ على نار وسط، مش نار عالية قوي عشان ما يسكرش بعد كده. بعد كده نحضر بقى حشوة الجلاش. هنحتاج 125 جرام من بيستري كريم، عليهم معلقتين سكر وكوباية مية. أهم حاجة كوباية المية دي تبقى ساقعة. نحط معلقة صغيرة فانيلا ونضرب كل المكونات دي كويس لغاية ما ناخد التخانة. احنا عايزين تخانة خفيفة شوية، كريمي شوية كده، ما تبقاش تقيلة قوي، عشان لما تدخل الفرن ما نلاقيهاش لما تيجي تخرج تاني وتدخل التلاجة تبقى ساقعة وقاسية. هنحضر بقى الجلاش، نفرده ونشوف مقاسه مع الصينية ونقطعه على قد مقاس الصينية. اهم حاجة يبقى فيه حواف من بره كده عشان ايه؟ نقفل على الكريمة. ندهن اول حاجة الصينية كويس سمنة، وبعد كده نحط ورقتين وندهنهم سمنة، وورقتين وندهنهم سمنة لغاية ما نخلص نص اللفة. وبعد كده نروح حاطين الكريمة فردينها كويس، ونبدأ نقفل عليها بالشكل ده بقى. نجيب بقى الحواف بتاعتنا عليها بالشكل ده عشان نقفل عليها من تحت وندهنهم سمنة. وبعد كده ابدا احط لها الورق من فوق، وابدا ايه؟ اجيبه من تحتها بالشكل ده برضه عشان اقفل على الكريمة كويس. وبرضه احط ورقتين وسمنة، ورقتين وسمنة، الا الورقة الاخيرة احطها وبعدين اقطع التقطيعة بتاعتي وبعدين احط لها السمنة. ليه بقى؟ عشان تتغلغل في الورق نفسه كويس. سر بقى من اسراري في الجلاش، لازم الجلاش بعد ما يتعمل يدخل التلاجة على الاقل ساعة، وبعد كده يرجع على فرن درجة حرارته عالية جدا. وبعدين نبدأ ننزله 180، يعني ايه؟ يبقى الفرن على اعلى حاجة وبعدين ننزله 180 وندخل الجلاش يستوي. الجلاش اللي بالكريمة ده بياخد وقت شوية عن الجلاش العادي، ده ممكن ياخد 45 دقيقة في الفرن على 180. اوكي، بعد كده نطلعه. اول ما نطلعه نروح مصبين عليه العسل بارد وهيشربه على طول، ونفضل بقى نقلب كده في العسل زي ما انا بعمل عشان ايه؟ يتغلغل في كل جوانب الجلاش. واهم حاجة الكريمة دي تبات لنا في التلاجة، عشان هي كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بيبقى طعمها احلى. وبس كده. شوفوا بقى لونها ذهبي وحلو ازاي وشبه الوردة. سهلة جدا جدا. وبص الكريمة ما طلعتش بره ورق الجلاش ازاي، عشان قفلنا عليها من الاول كويس. من اسرع واحلى الحاجات الحلوة بتاعت رمضان والحلويات الشرقي اللي ممكن تعملوها في البيت، وكل الناس اللي هتدوقها هتعجبها جدا. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رأيكم فيها لما تجربوها، وبالهنا والشفا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.